السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعين بفيديو جديد، فيديو دايت. بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات. هنعمل النهارده فيديو دايت، يا رب يعجبكم. يلا بينا على الفيديو نشوف هنعمل ايه. مشروب حلو جدا وموفر وسهل يعني. في كل بيت ان شاء الله هتلاقوا المكون ده. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض مشروب هايل، مش للتخسيس بس. النهارده معانا مشروب شامل لحاجات كتير جدا جدا، ومتوفر عندنا تقريبا في كل بيت. مفيش بيت مفهوش المكونات اللي هنعمل بيها المشروب بتاعنا النهارده. مشروب بصوا، لأي حاجة تخطر على بالكم هتلاقوا المشروب ده علاج ليها. تمام. وبعدين لأي حد، مش شرط بقى واحدة حامل، واحدة بترضع، مفيش أي مشكلة من المشروب ده. حلو جدا جدا جدا. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول النهاردة المشروب بتاعنا الجبار ده. ده وقاية هيبقى لحاجات كتير كتير جدا. تمام كده. يلا بينا نعمل المشروب الأول وبعدين نقول فوائد المشروب بتاعنا ده ايه. يلا بينا. معايا زي ما انتم شايفين كوباية فاضية. الكوباية دي هنعمل فيها ايه؟ هجيب معايا نص معلقة كركم. زي ما احنا عارفين الكركم يا جماعة حلو جدا جدا جدا. تمام. هنقول طبعا بعد ما نخلص المشروب هنقول كل فوائد الكركم. تمام. دي نص معلقة من الكركم. تمام. ومعايا كمان جنزبيل، برضو نص معلقة من الجنزبيل زي ما انتم شايفين. وهبتدي هكون غالية مية وسايباها تهدى شوية. تمام كده. اروح جايبة المية بتاعتي واحط المية وابتدي اقلب المشروب بتاعي زي ما انتم شايفين. شكله بقى كده مشروب حلو جدا جدا جدا. يلا بينا نسمي بقى بسم الله ونقول المشروب بتاعنا ده هيفيدنا بايه. تمام. هبتدي اغطيه بس شوية كده. تمام. وبعدين نشيل الغطا منه. تمام كده. طيب المشروب ده بتاعنا ده هيفيدني بايه؟ هيفيدني في حاجات كتير وهيقيني من حاجات كتير. اول حاجة زي ما احنا عارفين ان الكركم، يعني زي ما انا بقول لكم كل مرة، الكركم ده لو انا عن نفسي ممكن احطه في اي حاجة. الكركم ده اللي يعرف فوائده يا جماعة والله العظيم هيحطوا في اي حاجة انتوا بتعملوها. لو ينفع يتحط فيها كركم هتحطوا فيها كركم. ليه؟ طيب هنحط الكركم. الكركم دوت هيعليلي وهيقويلي جهاز المناعة. تمام. وهينضف لي كمان الكبد بتاعي. تمام كده. يبقى اول حاجة هيعملها لي ال- الكركم هيعليلي او هيقويلي جهاز المناعة، وكمان هينضف لي الكبد. وكمان لو في عندي مشكلة في المسالك البولية برضك كل دوت هتحس هيبقى زي غسيل كده. هيغسل لي الكبد، هيغسل لي الكلى، هيغسل لي لو في برضه عندي مشكلة في المرارة. كل دوت يا جماعة الجنزبيل بيعمله. وكمان لو في احتباس ميه، يعني لو جسمك في اجسام يا جماعه بتخزن ميه في جسمها، يعني تحس تقولك انا مش باكل بس اللي نافخني او اللي مالي جسمي ده ميه. تمام كده. بيبقى تحت الجلد كده الجسم مليان ميه. جنزبيل والكركم كل دوت هينزل لك كميه الميه المحبوسه في جسمك. وكمان لو في عندك التهابات في الحلق برضو الجنزبيل حلو جدا جدا مع الكركم لالتهابات الحلق. والقولون كمان يا جماعة ينضف لنا القولون بتاعنا وهينضف لنا المعدة. المعدة بقى لو فيها عسر هضم، لو فيها
اي مشكلة في المعدة ان شاء الله المشروب بتاعنا دوت يا جماعة هيهديلي معدتي من كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها، سواء امساك، سواء مغص، سواء اي حاجة في المعدة. ان شاء الله المشروب بتاعنا دوت هيظبط معايا كل الحاجات دي. ولو في كمان زي ما قلت لكم عسر هضم ان شاء الله برضو، وكمان حلو جدا جدا لنزلات البرد يا جماعة. يعني لو حد عنده نزلة برد ممكن يشرب المشروب ده، وممكن ده يتشرب قوقاية، اشربه قوقاية. تمام كده. وكمان اهم من كل ده زي ما احنا عارفين هيسد معايا الشهية، وكمان هيعليلي معدل الحرق عندي لو جسمك ما بيحرقش كويس او الغدة فيها خمول عندنا. ان شاء الله المشروب بتاعنا بتاع النهاردة دوت هيعليلي معايا نسبة الحرق. تمام كده. وكمان بالنسبة للرجالة التهابات البروستاتا يا جماعة حلو جدا جدا لالتهابات البروستاتا. بالنسبة للرجال لو عندهم التهابات البروستاتا، وساعات من التهابات البروستاتا بيبقى فيه صديد في السائل المنوي، ان شاء الله برضو المشروب بتاعنا دوت هيعالج لك كل المشاكل دي بأمر الله. زي ما انتوا شفتوا المشروب بتاعنا ده بس مش للدايت، لا يا جماعة، ده لحاجات كتير، اي حاجة ممكن تتخيليها في المشروب دوت. وكمان بيقلل معايا كمان تكون ال ال مش عارفة اجمع من كتر الحاجات اللي في دماغ الواحد. وكمان يا جماعة هيمنع معايا تكون الاورام، سواء اورام حميدة او اورام خبيثة. كل ده ان شاء الله الكركم والجنزبيل هيقلل لي من الحاجات دي. تمام كده. يعني مشروب بصراحة حلو جدا 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 جدا، هايل هايل هايل. اي حد ممكن يتناول المشروب بتاعنا ده، مفهوش اي مشكلة لأي حد يا جماعة. تمام كده. طيب المشروب ده هنشربه امتى؟ طبعا المشروب ده هنشربه مرة واحدة بس في اليوم، مش شرط بقى قبل الأكل أو بعد الأكل، مش هتبقى فارقة معانا. المهم ان احنا نشرب يا جماعة المشروب بتاعنا دوت، يعني ملهوش وقت محدد. المشروب دوت يا جماعة ملهوش وقت محدد، اشربي زي ما انت عايزاه، اشربيه كعلاج هيقيكي من حاجات كتير جدا جدا. ده المشروب يا جماعة بتاعنا بتاع النهاردة. ويا رب يا رب اتمنى تكون الوصفة نالت رضاكم واعجابكم، لان بجد وصفة حلوة جدا جدا، وفيها شفا بصراحة. يعني مشروب هايل هايل بجد. يا رب تجربوه كوقاية ان شاء الله هيقينا جميعا من حاجات كتير، من اي مشكلة عندنا، او اللي بيعاني من مشكلة معينة من اللي احنا قلناها. ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك وهيكرمكم، والمشكلة بتاعت اي حد فينا تعبان من حاجة ان شاء الله هتزول. وده كان المشروب بتاعنا. اتمنى يكون نال رضاكم ونال اعجابكم، وتجربوه يا جماعة وتقولوا لي ايه رأيكم لو حد عنده مشكلة في اي حاجة في المعدة، في اي حاجة طبعا لو احتباس زي ما قلنا، احتباس في الجسم، احتباس مية في الجسم، اي مشكلة ان شاء الله باذن الله هيحلها. غير كل دوت ان هو هيعلي معايا معدل الحرق. تمام كده. ده كان المشروب يا جماعة بتاع النهاردة. يا رب يكون نال رضاكم وعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك، واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.